فطيرة سجق كيري، مين بيحبها؟ لو بتحبها اتفرج على الفيديو. أول حاجة هجيب نص كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، وهجيب 300 مللي مية، نص معلقة سكر، ونص معلقة ملح صغيرة، وهقلبهم مع بعض. وبعد ما دوبتهم مع بعض هنزل كل ده على الدقيق، هقلب الدقيق مع المية، وهعجنهم كلهم على الترابيزة دلوقتي. وهفضل اعجن كده لمدة 20 دقيقة. كده بعد عجن 20 دقيقة هجيب البولة واحط شوية زيت واحط العجينة، اسيبها ترتاح لمدة ساعتين. كده عدى ساعتين والعجين ارتاح، هدهن زيت، هقسمه بقى نصين، واهم حاجة اقفل العجين من تحت كده. وهعمل كده برضو في التانية، هجيب ايدي من تحت كده واضغط والمها كده من تحت كلها، واضغط عليها واقفلها كده ايه من تحت، وهدهن عليهم من فوق زيت، وهسيب العجين يرتاح لمدة ربع ساعة. وعقبال ما يرتاح تعالوا بقى نعمل بينا السجق. وزي ما انتم شايفين حطيت الطاسة على النار، هنزل بالزيت، وبعد ما الزيت سخن هنزل بقى بالسجق. وكده شكل السجق بعد ما استوى. وده شكل السجق بعد ما قطعته، فلفل اخضر واحمر واصفر، وطبعا الجبنه الموتزاريلا، الجبنه الكيري انا حاططها في كيس القمع بتاع الحلواني ده. وهجيب العجينه وافردها بايدي، زي ما انتم شايفين كده فردتها. وهحط بقى من الجبنه الموتزاريلا، بعد كده هحط من السجق، وبعد كده هحط فلفل الوان، وفي الاخر خالص هحط الجبنه الكيري. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت الحشو كله. همسك الطرف بتاع العجينه من اوله، اروح حاطه كده، واقفل العجينه من هنا كده، واقفلها من هنا، وهجيب الصاج بتاعي وادهنه زبده، وهحط بقى الفطيره عندي في الصاج، وهسيبها على جنب لحد ما اعمل التاني. وكده زي ما انتم شايفين يبقى الفطير بتاعي جاهز. احطه في الفرن وهرجع لكم. زي ما انتم شايفين كده الفطيره استوت، هقطعها وادوق منها دلوقتي. وكده بعد ما قطعتها الريحه يا جماعه تموت. وزي ما انتم شايفين الفطيره كده، طبقها كده بسم الله. والله جامده جدا، طعمها وهمي وربنا. يا رب الحلقه تكون عجبتكم. لو لسه ما عملتليش فولو اعمل لي فولو، انا بنزل فيديو كل يوم. ويا رب تكون الفيديوهات بتاعتي بتعجبكم. اكمل اكل انا بقى واسيبكم. سلام.